السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. معاكم امنية سمرة منية. النهارده بقى اعمل معاكم طريقة ايه اللي هو وفي الشتاء بالذات لازم تكون العجينة تكون ماسكة نفسها شوية، ما يكونش سايب. لكن في الشتاء عادي تجمدها عادي، لان في الصيف بتبقى العجينة بتبقى العجينة سايب. اه تفضلي بقى تحط مية فترة حسب بقى العجين معاكي. تذوبي العجين الدقيق كله في الميه عشان ما يبقاش مكلكع. وادي بقى طبعا ادي دوبت الدقيق كله في الميه اهو، بس لسه بعجن فيه برضه. لازم ان انا اقعد اعجنه كده لما تلاقي بقى العجينه كلها تلمت معاكي. بس انا بعجن في الطبق الالومنيا دي ليه؟ بيحس اللي هو العجين في حيله. عندك طبق بلاستيك عايزه تعجني فيه عادي، حسب راحتك انت بقى. وتنضفي حوالين الطبق كده عشان يبقى شكل العجينه حلوه معاكي كده في ايدك. انتوا شايفين كده. في الشتاء بالذات زي ما انا قلت لكم العجين يكون طري شويه، لكن في الصيف جمديه بقى عادي. عشان العجين في الصيف بيسيبوا كده زي ما انتوا شايفينه اهو. ما شاء الله. اهو ما شاء الله. واقوم بقى قلبها كده اهو. شايفين الطبق اهو ما شاء الله. واقرصه وارجع لكم تاني. وابل وشه ميه كده. واديني اهو بقرص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقرص بقرص باللي هو الدقيق الذره. وبعمل الصينيه كده رده زي ما انتوا شايفين كده، وعلى في الدقيق الذره واحطها كده واحده جنب واحده عشان ما تلزقش في بعضها زي ما انتوا شايفين كده. وهخبز وهرجع لكم تاني. اديني اهوت اديني بخبز زي ما انتوا شايفين كده اه. بعد كده هعمله بدقيق اه، وهحطه في المكنه دي كده اه. طبعا المكنه ديت اللي هي المكنه العريضه عاملاه صغير وهحطه في المكنه. وادي هو ما شاء الله. لا انا مش لازم تشوفوا يا جماعه تشوفوا في القناه وتشوفوا